السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ماي كيتشن كوزينتي. الفيديو ديال اليوم هو عبارة على ايس كريم منزلي بجوج ديال النكهات اللي كيجيو لذاذ بزاف. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير وحتى الطريقة ديال التقديم. في المقادير غادي نحتاجو كاس صغير ديال نيسلي اولا الحليب المركز المحلى، 600 ملي من الكريمه السائله. انا استعملت هذه الماركه ديال هيفي ويبين كريم، ممكن تستعملوا اي نوع عندكم. وكيف ما قلت لكم هاد الايس كريم غادي نديروه بجوج ديال النكهات. في الاول غادي نستعملوا اولا النكهه الاولى غادي نديروا الكريمه ديال لوتيوس اولا البيسكوف اللي هي هذه، وغادي نستعملوا البسكويت ديالها اللي كنشدوه وكنطحنوه. بالنسبه للنكهه الثانيه غادي نحتاجوا جوج معالق كبار من نسلي كراميل، وغادي نحتاجوا الفويتين ممكن تعوضوه باللوز اولا كاوكاو محمر ومهرمش، الا ما كانش ماشي ضروري، ماشي مشكله. بالنسبه للمول انا هنايا استعملت جوج ديال الاشكال. استعملت هذا المول المستطيل، كيف ما ممكن انكم تستعملوا اي شكل عندكم، واستعملت هاد لي مول ديال السيليكون اللي خاصين بالايس كريم. غادي نخلي لكم الرابط ديالهم منين خديتهم في صندوق الوصف. وهاد العويدات اولا البابسيكل ستيك. غادي نضربوا الكريمه هي الاولى، وغادي نبداو على سرعه قليله في الاول، وحنا كنزيدوا في السرعه كل مره حتى كنشوفوا الكريمه بدات كتعقد. عاد غادي نزيدوا عليها نسلي. هنا من بعد ما عقدت لنا الكريمه السائله كيف ما كتشوفوا الكثافه ديالها، غادي نبداو نزيدوا النسلي، وحنا كنكملوا التضراب ديال الكريمه حتى كيتخلطوا مزيان مع بعضياتهم. وهذا هو الشكل ديال الكريمه اللي غادي نستعملو في هذا الايس كريم. كيف ما كتشوفوا خاصها تجي على هذا القوام بحال هكا، ما كتكون خفيفه ما كتكون ثقيله، يعني كتكون سهله في الخدمه ديالها. غادي نقسموا الخليط على جوج كيف ما قلت لكم من قبل. غادي نديروا جوج ديال النكهات. بالنسبه للنكهه الاولى غادي نضيفوا اولا غادي نزيدوا البسكويت ديال لوتيوس اولا البيسكوف، وغادي نزيدوا الكريمه ديالو، وغادي نخلطوا الخليط مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتها، وغادي ندوزو باش غادي نديروهم في المول ديال السيليكون الخاص بالايس كريم. غادي ناخذ المول اللي عندي وغادي نبدا نعمرهم بالخليط ديال الايس كريم. كنحاولوا نعمرهم مزيان باش ما كيجيناش الخليط خاوي من الداخل، وغادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. عاد غادي ناخذ هذوك العويدات اللي خاصين بالايس كريم، كنديرهم في الوسط ديال المول، كتكون البلاصه ديالهم باينه كيف ما كتشوفوا بحال هكا. غادي ناخذ واحد سباتولا اولا موس، كنحاولوا نقادوا الوجه ديال الايس كريم باش الا كانت شي حاجه زايده كنحيدوها والوجه كيجينا مقاد. بعد ما كنساليو كندخلوا المول المجمد لمده ديال 6 ديال السوايع حتى الليله كامله، وعاد غادي نعاودو نرجعو باش غادي نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالو.
بالنسبه للنكهات الثانيه غادي نديرو الفويتين كيف ما قلت لكم من قبل. الا ما كانش متوفر الفويتين ممكن تعوضوه باللوز اولا الكاوكاو محمر ومهرمش، كيف ما انكم ممكن تستغناو عليهم كاملين وديروا غير نسل كراميل. صافي كيف ما شفتوا انا زدت هنايا 2 معالق من نسل كراميل. كنخلط الخليط مزيان وغادي نعاود نرجع معكم باش غادي نديروه في المول. كناخدو المول اللي غادي نستعملو فيه الخليط الثاني اولا النكهه الثانيه ديال الايس كريم. من بعد ما لبسناه بالفيلم اليمونتير اولا السلوفان كنحاولوا نكبوا الخليط كامل بحال هكا، وكنقادو الجناب ديالو باش كيجينا متساوي. كناخدو نيسلي كراميل وكنديرو شويه منه على الوجه ديال الايس كريم. هذا كيبقى اختياري، الا بغيتو ديروه كديروه، الا ما بغيتوش ماشي مشكله ممكن تستغناو عليه. المهم هو ملي كنديروه كيعطينا هذيك البنه ديال الكراميل ملي كنبداو ناكلو بحال هكا. كنخلطو غير شي شويه ماشي بزاف بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وكنغطيو المول ديالنا بالفيلم اليمونتير اولا السلوفان وكندخلوه حتى هو للثلاجه ما بين 6 ديال السوايع حتى الليله كامله. وكانت هذه هي النتيجه من بعد ما خليت الايس كريم بات ليله كامله في الثلاجه. كنحاولوا نفكو بحال هكا من الجناب غير باش ما كيلصقوش لينا وصافي. صافي كيف ما كتشوفوا هكا راه كيتحيد بسهوله. وكانت هذه هي النتيجه ديال الايس كريم ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه كيجي مزيان متماسك صراحه، والبنه ما نقول لكمش عليها كيفاش دايره. نتمنى انكم تجربوه لانه سهل والمقادير ديالو متوفره، واهم حاجه كيعطي كميه كثيره وكيجي بحال المحلات ديال الايس كريم تماما، ما كاين حتى شي فرق. كيبقى انه غير كتغيروا في النكهات كيف ما بغيتوا. انا فايت لي درت في القناه ايس كريم ديال الشوكولاط، غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. ودابا غادي ندوزو باش غادي نشوفوا طريقه التزيين ديال هذا الايس كريم وشنو غادي نحتاجو ليها. في التزيين غادي نحتاجو الشوكولاط اللي ذوبته هكا من قبل وكنخليه يبرد شي شويه باش ملي ندير فيه الايس كريم ما كيذوبش. غادي نحتاجو الكريمه ديال البيسكوف اولا اللوتيس كندوبها شي شويه باش كتجيني سهله في الخدمه، والبسكوي. وبلا ما نساو البابي كويسون علاش غادي نخدمو هاد الايس كريم. كناخدو واحد القطعه ديال الكلاص وكنغمسوها في الشكلاط بحال هكا كيف ما كتشوفوا. ضروري ان نستعملوا الكاس كيجينا هكا اسهل. كنعاودوا العمليه واحد جوج مرات بحال هكا باش كيتلبس لينا مزيان بالشكلاط، وكنخليوه كيتقطر واحد شويه بحال هكا وغادي نحطوه على البابي كويسون باش غادي نكملوا ليه التزيين ديالو. وهذوك الاخرين كنرجعوهم للمجمد لان كاين الصهد يعني غادي يذوبوا لينا دغيا. صافي دابا غادي نشدو الكريمه كنزوقو بحال هكا. المهم التزيين كيبقى اختياري، المهم انا اختاريت انني نزوق بهذه الطريقه وكنزينو بشويه ديال البسكوي. وصافي كانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال هذا الايس كريم. ودابا غادي نشوفوا الشكل الثاني ديال الايس كريم بنكهه ديال الكراميل. كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي والبنه ديالو صراحه واعره بزاف. وغادي ندوزو باش غادي نشوفوا حتى هو الطريقه ديال التزيين ديالو اولا ديال التقديم ديالو. والتزيين اولا تقديم الايس كريم الثاني بنكهه ديال الكراميل غادي نحتاجو نسل كراميل، فويتين، واي نوع ديال المكسرات بغيتو. انا هنايا استعملت الكركاع من السنبل الكوكو، وزليفات اللي غادي تقدموا فيهم. وهنا التقديم اولا التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم وشنو اللي موجود عندكم. انا هنا اختاريت انني نقدمهم فرديين. كندير ديبول بحال هكا، غادي ندير واحد 3 ولا 4 ديال لي بول وغادي نعاود ندير عليهم الفويتين وشويه ديال المكسرات وكنشد نيس الكراميل وكندوز من الفوق بحال هكا. كهكا كيبقى غير غابيل بانه ايس كريم ديال الكراميل. صافي غادي نخليكم مع الطريقه كيفاش كنقدم هاد الزليفات بحال هكا وغادي نعاودو نرجعو.
وكان هذا هو الشكل النهائي اللي قدمت به الكلاص بنكهة الكراميل. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبة ديال كل واحد. وهنا كتسالي الوصفة ديال اليوم، ايس كريم بجوج نكهات، نكهة ديال الكراميل ونكهة ديال البسكوف او اللوتيوس. نتمنى انكم تجربوه لانني متاكده انه غادي يعجبكم، وتشاركوه مع وليداتكم ومع عائلاتكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.